السلام عليكم طلابنا الغاليين، طلاب الصف الثالث الإعدادي. معاكم أستاذ عبد السلام الفتياني، والنهارده إن شاء الله هنتكلم في الوحدة الأولى. يلا بينا يا أبطال، يلا بينا بسم الله. دلوقتي إن شاء الله يا شباب هنتكلم مع بعض في الدرس الأول نص الاستماع، آداب التعامل مع الوالدين. أنا عارف يا شباب إن نص الاستماع مجرد إن أنت بس هتسمعه وتعرف معاني علشان تضيف إلى قاموس لغوياتك الكلمات اللي عندك، فإحنا هنحاول نقرأ كده مع بعض. بسم الله. طيب بيقول لي إن التعامل مع الوالدين يستلزم اتباع، عاوزين هنا القلم، إن التعامل مع الوالدين يستلزم اتباع أسلوب راق في الأقوال والأفعال، لما للوالدين من فضل عظيم ومكانة رفيعة، فالأبناء مطالبون بإظهار الاحترام والتقدير في كل الأحوال، سواء كان ذلك عند الاتفاق أم عند الاختلاف، وذلك من خلال التحدث بلطف واختيار الكلمات المناسبة التي تعبر عن الأدب وحسن التربية. يعني هنا بيقول لي مهما كان في اتفاق أو اختلاف وجهة نظرك مع وجهة نظر ولي الأمر، الأب أو الأم، الوالدين عامة، لازم يبقى فيه كلمات تدل على الاحترام. طيب بسم الله. هنا بيقول لي برضو ومن أهم آداب التعامل مع الوالدين أيضا حسن الاستماع إليهما، فغالبا ما يكون خلف نصائحهما وتجاربهما حرص صادق وخوف على مصلحة أبنائهما، لذلك ينبغي للأبناء الإنصات، يعني الاستماع. طبعا احنا هنيجي للمعاني ونقرأها بالتفصيل. الإنصات جيدا دون مقاطعة ومحاولة فهم وجهة نظرهما قبل التسرع بالرد عليهما، كما يفضل اختيار الوقت المناسب لطرح النقاشات بحيث يكون الجو هادئا بعيد عن التوتر والانفعال. طيب هنا يا شباب بيقول لي ما أهم آداب التعامل. بسم الله. بيقول لي ما أهم آداب التعامل مع الوالدين. والله ممكن أقول حاجات كتير من أول هنا كده. ومن أهم، بسم الله، ومن أهم آداب التعامل مع الوالدين يبقى رقم 1 حسن الاستماع إليهما. طيب ممكن أقول ماشي خلاص، وممكن اكتب ده كله بقى، فغالبا ما يكون خلف نصائحهما وتجربهما حرص صادق وخوف على مصلحه ابنائهما، لذلك ينبغي للابناء الانصات جيدا دون مقاطعه. يبقى رقم 2 الانصات جيدا دون مقاطعه. طيب 3 محاوله فهم وجهه نظرهما قبل التسرع بالرد عليهما، يفضل اختيار الوقت المناسب. ده كده رقم 4. اتفقنا يا شباب؟ طيب يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال الاول. طيب عاوزين برضو ننزل نكمل الفقره اللي بعدها. بيقول لي ابداء الراي لا يتعارض مع تقدير الوالدين، يعني وانت بتقول رايك للوالدين دوت ما فيهوش تناقض وتعارض مع حبك ليهم، لا بالعكس، عادي ممكن واحنا بنتكلم في موضوع انت تقول رايك، ولي امرك يقول رايه، وهكذا. طيب بيقول لي لا مانع من ان يعبر الابناء عن ارائهم الخاصه، ولكن باسلوب، يبقى هنا شرط عليا، لكن باسلوب مهذب يراعي مشاعر الوالدين، كأن يبدأ الابن أو الابنة بإظهار تقديره لرأي والديه. يعني والله إحنا بنتكلم في موضوع يا بابا أو يا ماما، والله رأيكم على عيني وعلى رأسي، ولكن يبقى أنا لازم أظهر احترامي لرأيهم، وبعد كده أعلق أنا وأقول وجهة نظري، ثم يوضح وجهة نظره بهدوء. كذلك فإن تقدير خبرة الوالدين والاعتراف بفضلهما يعزز ويقوي الثقة والتفاهم، فهما قد مر بتجارب كثيرة تمنحهما نظرة أعمق إلى الحياة حتى وإن اختلفت الظروف بين الماضي والحاضر. بيقول لي ما أثر تقدير الأبناء لخبرة الوالدين، يعني إحنا كأبناء لما نظهر احترامنا لخبرة والدينا ده هيفرق معاهم هم في إيه؟ قال لي والله يعزز الثقة والتفاهم. خلاص، يبقى لما يقول لي ثم يوضح وجهة النظر، ماشي، فإن تقدير، أهو الإجابة الصحيحة من أول هنا، فإن تقدير خبرة الوالدين والاعتراف بفضلهما يعزز الثقة والتفاهم، يعزز الثقة والتفاهم. طيب تعالوا هنا برضو يا شباب، بسم الله، عاوزين نشوف المعاني. طيب هنا كان بيقول لي يستلزم، يعني يتطلب ويقتضي، تمام، ويحتاج إلى، عكسها يستغنى عنه. طيب كان رقم 2 في المعاني بيقول لي راق، يعني سامي ومهذب، المضاد متدنن وسيء ورديء. طيب مكانة بمعنى منزلة وقدر وشأن. طيب رفيعة، يعني مكانة رفيعة يعني عالية وسامية، عكسها وضيعة ومتدنية. طيب بيقول لي لطف يعني رقة ورفقة، عكسها شدة وقسوة وغلظة، غلظة يعني قسوة برضه. طيب آداب يعني قواعد وسلوكيات، مفردها أدب. طيب بيقول لي الإنصات يعني الإصغاء وحسن الاستماع.
طب التسرع معناه التعجل والاندفاع، عكسها التروي والتأني والانتظار. تمام. طيب الاعتراف بمعنى الإقرار، تعترف بالصواب يعني تقر بالصواب بالصحيح. والمضاد الإنكار، طيب يعزز يعني يقوي ويدعم، عكسها يضعف. طيب يلا يا شباب نشوف الصفحة اللي بعد كده. بيقول لي نية واحدة وتعبير متعدد، نية واحدة وتعبير متعدد. هنا بيقول لي إن عاطفة الوالدين تجاه الأبناء من أسمى ومن أعلى ومن أكبر المشاعر الإنسانية وأصدقها، فهي فطرة فطر الله، فطرة يعني طبيعة فطر الله الناس عليها، لا ترتبط بزمان أو مكان أو مستوى اجتماعي أو تعليمي، إلا أن الآباء والأمهات قد يختلفون في طريقة تعبيرهم عن عواطفهم، فمنهم من يعبر بالكلمة الطيبة، ومنهم من يظهر حبه بكثرة التكليفات، يعني مثلا المشتريات أو كده يعني، ومنهم من يظهر الحماية والحرص الزائدين. ورغم هذا التنوع في أساليب التواصل، يعني والله في بعض أولياء الأمور يظهروا محبتهم لحضرتك، يشتروا لك الحاجات اللي انت عاوزهم، خايفين عليك أكتر، عاملين عليك حرص زيادة، وهكذا. يبقى أنواع الحب بتختلف. طيب بيقول لك وفي أساليب التواصل تظل النية الكامنة الموجودة المختبئة خلفه واحدة لا تتغير، وهي الرغبة الصادقة في حماية الأبناء ورعايتهم. يعني أيا كان طريقة والدك أو والدتك في توصيل المعلومة ليك أو في طريقة عنايتهم بيك، النية واحدة للجميع، وهو الحفاظ على حضرتك وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن رؤيتهم في أفضل حال وأعلى مكانة. وإن فهم هذه الحقيقة يزيل يعني يمسح ويمحو كثيرا من سوء الفهم الذي قد يعكر صفو العلاقة الأسرية. طيب هنا بيقول لي بسم الله فيما يختلف الآباء وفيما يتفقون بخصوص تنشئتهم أبنائهم. يبقى والله هقول يختلفون في الطريقة. تمام. يبقى هنا مثلا ممكن أجاوب على السؤال دوت إجابة نموذجية. يختلفون في إيه؟ ممكن أقول إن أنا قد يختلفون اهو في طريقة تعبيرهم عن عواطفهم. خلاص، يبقى هم بيختلفوا في طريقة تعبيرهم عن عواطفهم، ولكن بيتفقون كلهم في إيه بقى؟ يبقى النية واحدة. يبقى هقول التواصل تظل النية الكامنة. ماشي، يبقى النية واحدة وهي الرغبة الصادقة في حماية الأبناء ورعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم. اتفقنا يا شباب؟ طيب يلا مع بعض كده. طبعا الغرض والهدف عندي من القراءة المتحررة أو يعني نص الاستماع إن احنا نلم معاني ونعرف بنفكر ازاي في إجابة الأسئلة. تعالى يلا هنا بنشوف. بيقول لي أثر التحلي بالآداب الرفيعة مع الوالدين. ايه الاثر او ايه الناتج عن انك تبقى معاملتك كويسه لوالديك؟ بيقول لي وخلاصه القول ان تقريب المسافات بين الاباء والابناء يعتمد اعتماد اساسي على مبادره الشاب بالتحلي. يعني التحلي يعني التمسك والتجمل بالاداب الرفيعه وتفهم وجهه نظر والديه، فعندما يظهر التفهم والمرونه لهما يحول المنزل الى بيئه امنه تسودها السكينة، يعني الطمأنينة، تسودها يعني تنتشر بها، السكينة يعني الطمأنينة. إن هذه الآداب لا تحمي الشاب من الانزلاق في مهاوي العقوق فحسب. يعني الانزلاق اللي انت تاخد، يعني مجرد انك تحترم والديك مش بس بيمنعك انك تمشي في السكك الغلط، لا مش بس كده، بيقولك بل تبني شخصيته على أسس متينة يعني قوية من الوفاء والتقدير، وهي الآداب التي ستظل ترافقه يعني تصاحبه وتشكل ملامح مستقبله ليغدو فردا صالحا وناجحا في مجتمعه. طيب هنا بيقول لي وضح أثر التحلي أو وضح أثر تحلي الشباب بالآداب الرفيعة في التعامل مع الوالدين. هقول والله ممكن مثلا بسم الله ماشي، هقول والله من أول يحول المنزل لبيئة آمنة. خلاص، ومش بس كده، هقول والله بتحمي الشاب من الانزلاق في مهاوي العقوق. خلاص، ده كده رقم 2. رقم 3 والله تبني شخصيته على أسس متينة من الوفاء والتقدير. اتفقنا يا شباب؟ يبقى أنا عندي هنا هجاوب ب3 آثار بتحصل لما الإنسان بيتحلى بالآداب مع أهله أو والديه. طيب تعال نشوف أهم المعاني اللي بنحتاجها في الامتحان. قلنا فطرة يعني طبيعة، وعكسها تكلف أو تصنع، الجمع فطر. طيب معنى رقم 12 بيقول التكليفات يعني الأوامر، والمفرد تكليف. طب التنوع يعني التعدد والاختلاف، عكسها التشابه والتماثل.
طب 14 بيقول لي الكامنه معناها الخفيه. خلاص، النيه الكامنه يعني الخفيه عكسها الظاهره، والجمع كامنات وكوامن. يزيل يعني يبعد ويمحو وعكسها يؤكد ويثبت. 16 يعكر معناها يفسد. صفو يعني نقاء عكسها كدر وتعكر. ميه صافيه يعني ميه نقيه عكسها ماء كدر يعني ملوث او معكر. اتفقنا؟ طيب تحلي يعني اتصاف عكسها تخلي. طيب تسودها يعني تعمها. خلاص. السكينه قلنا الطمأنينه والهدوء والاستقرار وعكسها الاضطراب والقلق. طب الانزلاق يعني السقوط والانحراف. مهاوي معناها مواطن الهلاك والمفرد نهوه. بيقول لي متينه يعني قويه راسخه عكسها واهيه ضعيفه مزعزعه. ترافقه يعني تلازمه عكسها تفارقه. ياخده بمعنى يصبح. طيب بكده يا شباب نكون خلصنا الدرس الاول. طبعا بقى عندنا تحليل النصوص. بيقول لي ما الذي يستلزمه تعامل الابناء مع الوالدين؟ ايه اللي المفروض على الابناء يتعاملوا بيه مع الوالدين وليه؟ هقول اتباع اسلوب راقي في الاقوال والافعال لان لهما فضل عظيم ومكانه رفيعه. بيقول لي بما يطالب المتحدث الابناء باظهار الاحترام والتقدير لوالديهم في كل الاحوال سواء كان عند الاتفاق او عند الاختلاف، والكلمتين دول ما بينهم تضاد. طيب بيقول لي كيف يظهر الابناء الاحترام والتقدير للوالدين؟ قلنا من خلال التحدث بلطف واختيار الكلمات المناسبه التي تعبر عن الادب وحسن التربيه. بيقول لي السؤال اللي بعده ما أهم آداب التعامل مع الوالدين؟ هقول لحضرتك حسن الاستماع إليهما، الإنصات الجيد لهما دون مقاطعة، محاولة فهم وجهة نظرهما قبل سرعة الرد عليهما، اختيار الوقت المناسب لطرح النقاشات بحيث يكون الجو هادئ بعيد عن التوتر والانفعال. لماذا يجب على الأبناء الإنصات جيدا للوالدين دون مقاطعة؟ لأن غالبا ما يكون خلف نصائحهما وتجاربهما حرص صادق وخوف على مصلحة أبنائهم. طب كيف يعبر الأبناء عن آرائهم الخاصة أمام الوالدين؟ قلنا بأسلوب مهذب يراعي مشاعر الوالدين، كأن يبدأ الابن أو الابنة بإظهار تقديرهم لرأي والديه ثم يوضح وجهة نظره. طيب بيقول لي ما أثر بسم الله ما أثر تقدير الأبناء لخبرة الوالدين والاعتراف بفضلهما؟ طبعا هيعزز الثقة والتفاهم بينهم والاستفادة من تجاربهما ونظرتهما الأعمق للحياة. فيما يختلف الآباء وفيما يتفقون بخصوص تنشئتهم أبنائهم، قلنا بيختلفون في طرائق تعبيرهم لكن بيتفقوا في حبهم لأبنائهم ورغبتهم الصادقة في حمايتهم ورعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم ورؤيتهم في أفضل حال. طيب تعالوا يلا نشوف الصفحة الثانية بتاعت الأسئلة. بيقول لي ما الحقيقة التي يجب على الأبناء إدراكها للحفاظ على صفو العلاقة؟ أنه مهما اختلفت أساليب تعبير الوالدين عن عواطفهما تجاههم فستظل نية والديهم واحدة وهي حماية أبنائهما ورعايتهم. إيه نتيجة إظهار الأبناء التفاهم والمرونة؟ قال لك هيتحول المنزل لبيئة آمنة تسودها السكينة. طب وضح أثر تحلي الشباب بالآداب الرفيعة في التعامل مع الوالدين. يعني ايه الاثر لما احنا نعامل والدينا بطريقه كويسه؟ رقم 1 حمايتهم من الانزلاق في مهاوي العقوق. 2 بناء شخصياتهم على اسس متينه من الوفاء والتقدير. رقم 3 تشكيل ملامح مستقبلهم ليصبحوا مواطنين صالحين ناجحين في مجتمعهم. طيب بكده يا شباب نكون احنا قرأنا الدرس وعرفنا اهم الاسئله. تعالوا كده نبدأ نحل مع بعض بسم الله. عاوزين نصغر دوت شويه. طيب يا رب كده الدنيا تبقى واضحه. طبعا المفروض احنا هنجيب المفكره صفحه 29. انا حطيتها لحضراتكم هنا بسم الله، حطيتها لكم هنا عشان نبدا نحلها سوا. طب يلا كده الاسئله المتحرره. بيقول لي من حق الابناء ان تكون لهم ارائهم واختياراتهم، فالشخصيه القويه لا تنمو في ظل الصمت الدائم، ولكن حريه الراي لا تعني الانفلات من حدود الادب. فالابن يستطيع أن يقول بأدب جم يعني وافر حين يختلف مع والديه في موضوع ما أرى الأمر بصورة مختلفة، وأن يعرض وجهة نظره دون أن يجرح مشاعر والديه أو يقلل من خبرتهما. إن الالتزام بأدب الحوار لا يضعف الحجة بل يمنحها قبول واحترام، يبقى ده تعليل، لأن الكلمة المهذبة تصل إلى القلب قبل العقل. ومن الخطأ أن يظن الشاب أن رفع الصوت دليل على قوة الشخصية، فالقوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس وحسن الاختيار واحترام من سبقوه تجربة. فإذا نشأ الابن على الموازنة بين حرية التعبير وحسن الخلق استطاع أن يحافظ على ذاته ويفوز ببر والديه. طيب أنا هنا لما هاجي للأسئلة بيقول لي أكمل. الشخصية القوية لا تنمو في ظل، هنا قال له لا تنمو في ظل الصمت الدائم، يبقى أنا هنا هختار الصمت الدائم. هنا هنكتب في ظل الصمت الدائم. طيب هنا يا شباب بيقول لي حرية الرأي لا تعني الانفلات من،
هو هنا قال لهوت بسم الله فالابن يستطيع، ماشي. كان قال لي هنا الانفلات من بسم الله ماشي الى القلب، فوتناها احنا هنا. طيب من حق الابناء ماشي، فالشخصيه القويه لا تنمو ولكن حريه الراي لا تعني الانفلات اي من حدود الادب. يبقى هنا هقول له من حدود الادب. تمام ممتاز. يلا صح وغلط. بيقول لي الالتزام بادب الحوار يضعف راي الابن حجته؟ لا طبعا، ده واجب علينا كلنا ان احنا لازم نلتزم الادب مع اولياء امورنا. يبقى اول واحده هتبقى الاجابه غلط. 2 رفع الصوت في اثناء النقاش يبرز قوه الشخصيه ويدعم الموقف؟ لا طبعا، اجابه خاطئ يعني خطا. الموازنه يعني الملائمه بين حريه التعبير وحسن الخلق تحافظ على علاقه الابن بوالديه؟ طبعا ده جمله صحيحه. فيما تكمن القوه الحقيقيه كما تفهم من النص المسموع؟ القوه الحقيقيه تكمن في ضبط النفس وحسن الاختيار واحترام من سبقوه تجربه. اتفقنا يا شباب؟ طيب يبقى الاجابه هي في الحته دي. خلاص طيب بسم الله. تعالوا يلا ننزل على القطعه اللي بعديها، طبعا مهمه. بسم الله بيقول لي ان رعايه الاباء للابناء لا تقف عند توفير الطعام والشراب والثياب، ولكنها تمتد لتوجيه العقول وحمايه هؤلاء الابناء من الوقوع في الخطا. قد يظن الابن ان سؤال والديه عن اصدقائه ودراسته نوع من التدخل، مع انه حقيقته صوره من صور المحبه الصادقه. يعني لما بابا يسالك عن اصدقائك ده دوت بس بيطمن، والخوف والحرص عليه. وقد تبدو نصائح الاباء ثقيله في بعض الاوقات، لكنها تخفي وراءها خبره سنين عديده. ممكن يكون انت بتحب شخص معين، ولكن والدك او والدتك البنات بالذات ليهم رؤيه في اصدقائك تقول لك بلاش فلانه. يبقى فعلا لازم تحترم راي ماما، لان الايام هتثبت لك ده بعدين. طيب وقلبا يتمنى للابن ان يكون افضل حال، فاذا انصت الابن لوالديه بهدوء وحاورهما باحترام ادرك ان الحب لا يقتصر على تلبيه الرغبات، بل قد يظهر احيانا في صوره نصيحه او تنبيه او منع مؤقت لحاجه ما. طيب بيقول لي استمع للنص. طبعا ديت القطعه برضو كانت في صفحه 29 عندك في المفكره الصغيره، الكتاب الصغير. بيقول لك تمتد رعايه الوالدين للابناء الى حمايتهم من، كان هو برضو قايل لي هنا لازم اجاوب عندي. يبقى بسم الله لا تقف عند توفير الشراب والثياب، لكنها تمتد لتوجيه العقول وحمايه هؤلاء الابناء من الوقوع في الخطا. يبقى هنا هكتب الوقوع في الخطأ. ممتاز. يلا نصائح الآباء لأبنائهم تخفي وراءها خبرة سنين عديدة. يبقى خبرة سنين عديدة. يلا صح وغلط. بيقول لك المنع المؤقت لبعض الحاجات في صورة محبة لأبنائهم. المنع المؤقت لبعض الحاجات من صور المحبة الآباء لأبنائهم طبعا إجابة صحيحة 100%. منع مؤقت لحد ما والله احنا عاوزين نروح المشوار الفلاني يا ماما، ماما بتقول لا مؤقتا، لا مش هينفع نروح دلوقتي، احنا في ايام دراسه، هنأجل المشوار دوت للاجازه. يبقى المنع المؤقت ده مفيد جدا لحضرتك، بس انت اللي مش واخد بالك وانت اللي مستعجل على الخروج. طب رقم 2 نصائح الاباء تبدو ثقيله في بعض الاوقات. ايوه فعلا تبدو ثقيله في بعض الاوقات، ولكن يكمن وراءها كل الحب. طيب ورد بالنص المسموع تصحيح لفهم خطأ، وضح ذلك. يبقى احنا هنا تعالى بسم الله هات لي هنا. طيب ايه هو بقى؟ ايه هو التصحيح لفهم خاطئ؟ لا تقف يبقى ان رعاية الابناء تقف عند توفير الطعام والشراب، ولكن تمتد لتوجيه العقول وحماية هؤلاء الابناء من الوقوع في الخطأ. يبقى المفهوم الخطأ ان مجرد بابا وماما بيحبوني هياكلوني ويخرجوني ويجيبوا لي لبس، لا، من برضو من ترتيبات الحب ليك لحضرتك، منهم لحضرتك ان هم يوجهوا لك النصح، ودوت ربنا امرهم بكده وهيسألوا عن ذلك يوم القيامة. يلا القطعة رقم 3 بسم الله. بيقول يظن بعض الأبناء أن أبائهم لا يدركون، يعني لا يفهمون ما يمرون به من تغييرات وضغوط، وينسون أن الوالدين قد مروا بمثل هذه التجارب في مرحلة الشباب. إن فهم عالم الوالدين يبدأ بالاستماع لنصائحهم لنصائحهما، فهما أهل الخبرة في هذه الحياة، ولا يضعان القواعد للتضييق، بل هنا تفيد الاستدراك يا شباب، يعني نفي ما قبل وإثبات ما بعد، وده هناخده في علاقات الجمل إن شاء الله. بل لحماية الأبناء وتوجيههم نحو ما ينفعهم. وعندما يدرك الابن أن النصيحة الخالصة صورة من صور المحبة يسهل عليه
أو يسهل عليه أن يتفهم مواقف والديه وأن يتبع الحوار الراقي معهما فتبنى بذلك، يبقى نتيجة، فتبنى بذلك جسور التفاهم التي تجعل البيت أكثر دفئا وطمأنينة وأمان. طيب بيقول لي استمع للنص، خلاص ديت كانت المفكرة صفحة 30. بيقول لي يبدأ فهم عالم الوالدين به، هو قال لي هنا اهو فهم عالم الوالدين يبدأ بالاستماع إلى نصائحهما، يبقى بالاستماع إلى نصائحهما. بيقول لي لا يضع الوالدان القواعد للتضييق بل لحماية الأبناء وتوجيههم. حلو قوي. طيب صح وغلط. بيقول لي يتجاهل الآباء التغيرات والضغوط اللي بيواجهها الأبناء في حياتهم، بيتجاهلوها؟ لا طبعا مش بيتجاهلوها. طب الحوار الإيجابي بين أفراد الأسرة بيخلق بيئة أسرية مستقرة وآمنة؟ كلام صحيح. طيب ايه النتيجة المترتبة على إدراك الابن أن النصيحة الخالصة صورة من صور المحبة؟ الاتباع اهو. يتفهم المواقف، بسم الله. يبقى من هنا يا شباب هجاوب هنا اهو، يتفهم مواقف والديه، يبقى هقول يتفهم مواقف والديه، تمام. ويتبع الحوار الراقي معهما، يبقى ديت الإجابة بتاعة السؤال رقم ج. اتفقنا؟ طيب بكده يا شباب بسم الله نكون خلصنا أهم القطع. طبعا في قطعة رقم 4 تعالوا برضه نحلها مع بعض كده بسرعة. بيقول لي الحوار داخل الأسرة ليس معركة يتحتم أن ينتصر فيها طرف ويهزم آخر، بل هو جسر يعبر عليه الجميع نحو الفهم والطمأنينة. فقد يفقد الحوار قيمته حين يعلو الصوت أو تتحول الكلمات إلى اتهامات فيغيب المعنى وتبقى المرارة. والابن الناضج هو من يعرف أن قوة الرأي لا يحتاج لقسوة في التعبير، وأن هدوء العبارة قد يكون أبلغ من شدة الانفعال. فإذا أراد الابن أن يعرض وجهة نظره فليبدأ بالإنصات جيدا لوالديه ثم يختار الوقت المناسب لتوضيح فكرته. يعني أنت لو شفت الموضوع كده شادد قوي في البيت، لا اهدى لحد ما الدنيا تروق وبعد كده كلم بابا في الموضوع ده تاني على رواقه او ماما. بيقول لي الحوار داخل الاسره جسر يعبر عليه الجميع نحو، انا هجيب هنا يعبر عليه الجميع نحو الفهم والطمأنينة، يبقى الفهم والطمأنينة. ممتاز. بيقول لك هدوء دوت طبعا كان برضو في المفكرة صفحة 30. هدوء العبارة قد يكون أبلغ من، هو قال لي هنا هدوء العبارة قد يكون أبلغ من شدة الانفعال. طيب يلا صح وغلط. تحتاج قوة الحجة بالضرورة للشدة في عرضها؟ لا مش محتاجين شدة ولا حاجة. متى يفقد الحوار قيمته داخل الأسرة؟ هو قال لي هنا تفقد فين هنا؟ فإذا أراد الابن، ماشي، لا هنا داخل الأسرة ليس معركة، ماشي، يهزم بل هو جسر بيعبر عليه. قد يفقد الحوار قيمته حين يعلو الصوت، يبقى هقول حينما يعلو الصوت أو تتحول الكلمات إلى اتهامات. طيب من خلال النص المسموع كيف يعرض الابن وجهة نظره بصورة راقية؟ هو قال لك بقى والله هدوء العبارة تمام أبلغ من شدة الانفعال، ويبدأ بالإنصات جيدا ويختار الوقت المناسب لتوضيح فكرته. كل دوت هنكتبه هنا. طيب في ضوء فهمك النص المسموع اقترح خطوات عملية لشاب يرغب في إقناع والده بفكرة جيدة بفكرة جديدة. يبقى هقول والله الإنصات مثلا لهما، تمام، والتعبير عن صدق مشاعرهما، يعني والله الأول أشكرهم عن تجربتهم، ثم عرض الموضوع بطريقة سليمة بألفاظ مهذبة وراقية. خلاص يبقى ثلاث مراحل الإنسان يتبعهم في الحوار والحديث مع والديه. وبهنا يا شباب ثالثه إعدادي نكون خلصنا الدرس الأول نص الاستماع، وأنا زي ما وعدتكم كل درس هجيبه لكم نقراه ونقرا المعاني ونحل أسئلته وتحليل النص ونحل أهم التدريبات. أشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.